ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وبخير ان شاء الله. النهارده الحلقه الخامسه من حلقات انا والمشاعر. حلقتنا النهارده بتتكلم عن ست متجوزه بقالها 30 سنه، عندها اولاد جوزتهم الحمد لله. مشكلتها ان زوجها بخيل جدا ماديا وعاطفيا، وبتقول لي انا مش قادره استحمل البخل بتاعه اكتر من كده، مش قادره اتعامل معاه. انا قريبه جدا من ربنا الحمد لله، وبتقي الله في كل تصرف انا بتصرفه معاه، بس لما ببعد عنه عشان اتجنب الاذى النفسي اللي هو بيسببه ليا، يبتدي ان هو يتهمني ان انا ست مش كويسه وان ربنا هيحاسبني، وانا تعبت جدا ومش هقدر ان انا اتطلق لان انا ما بشتغلش وما عنديش القدوه الماديه ان انا اصرف على نفسي، مش معقوله بعد العمر ده كله هبقى عالة على اولادي. طيب، مبدئيا هنلخص الرد بتاعنا في كذا نقطه بسرعه جدا. اول حاجه، المشاعر اللي مأثرة عليكي طبعا مشاعر الضعف وقلة الحيلة، واللي بتترجم في الآخر إن أنت حاسة إن أنت إنسانة عديمة القيمة، إنسانة مالكيش قيمة وضعيفة جدا 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 قدامي. تمام؟ طيب، اول حاجه، طول ما انت باصه لنفسك البصه دي وطول ما عقلك مصدق النظره دي، عمر ما في حاجه هتتغير، عمره ما هو اصلا هيشوفك غير بالمنظر اللي انت شايفاه لنفسك. احنا اللي بنعكس افكارنا وشايفين نفسنا ازاي للي قدامنا. لو انا مقدره نفسي وحاسه بقيمتها وشايفاها تستاهل التقدير، تاكدي ان اللي قدامك هيحطك في راسه. لكن طول ما انا شايفه نفسي ضعيفه وقليله الحيله، اللي قدامي هياكلني. ده بالمختصر المفيد. رقم واحد. رقم اتنين، احساس الضعف اللي عند حضرتك دوت، انا اسفه جاي منين؟ ضعيفه عشان استحملتي سنين من الشقه زي ما بيقولوا، حطيتي قدامك اولادك، حطيتي اولادك اولويه في حياتك وجيتي على نفسك، هو ده كده ضعف؟ طب ما انت اسهل حاجه ان انت كنت تقلبي الترابيزه وتقولي انا خلاص مش قادره وتعيشي حياتك بقى وتسيبيهم مع باباهم مثلا وتمشي. في ناس بتعمل كده ومش بلومهم، بس قصدي اقول لك ان انت تقدري تتحملي وتضغطي على نفسك وتحطي اولادك اولويه، دوت قمه القوه مش قمه الضعف. وانا هسيب لك لينك اللي كنت كلمتكم قبل كده فيه عن الاولويات واهميه الاولويات، عاوزه حضرتك تتفرجي عليه. ديت اول حاجه. تاني حاجه، ما تسمحيش لحد ان هو يستغل نقطة القوة اللي عندك اللي هي قربك من ربنا، ويمكن قربك من ربنا ده اللي خلاكي تقدري تستحملي كل السنين دوت، يستخدمها كنقطة ضعف، اللي هو يقول لك ده انت ست نيشز، ده انت ست مش كويسة. لا حضرتك، قبل ما تحاسبني روح حاسب نفسك، مالكش دعوة بعلاقتي بربنا ابدا، مش انت اللي هتحكم عليا. فلازم تقدري نفسك وتحسي بقيمتها، واوعي حد يستغل نقطة القوة اللي عندك وهو التدين وقربك من ربنا كنقطة ضعف. اقعدي مع نفسك، طبطبي عليها، رتبي اولوياتك، حسي بقيمتك، وهتلاقي الفترة اللي جاية انت عارفة تتصرفي وعارفة تتعاملي، عارفة تبقي تحت سقف بيت واحد مع حد وتتجنبي اذاه، او ان انت تقرري ان انت تنفصلي، وهتلاقي 100,000 وسيلة تأمني بيها الفلوس ليكي ولحياتك. بس محتاجة ترتبي أفكار، محتاجة تعرفي أولوياتك، وقبل أي حاجة محتاجة تطبطبي على نفسك وتعرفي قيمتها. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.